بما ان الكابتن بقى عجبكم فانا حبيت اطلع لكم مع احمد نبيل. مساء الخير. محتوى الجيم الفترة اللي فاتت مشتعل ملهلب كده، في شوية مشاكل، في فضايح، في شركة باعت مكملات غذائية مضروبة، وفي تيك توكرز خلاص من اللي هم بتوع الجيم دول بيتكنسلوا تماما عشان عملوا اعلانات لبروتين وطلع مضروب، وفي شوية شباب بدون ذكر اسماء يعني عاملين فورمة وبيبيعوا بيها ان هي خلاص دي خلتهم من صفوة المجتمع ومن اهم الناس في المجتمع ومن حقهم ان هم يتكلموا في اي حاجة. ده اللي خلانا نعمل الفيديو ده، وهنتكلم عن مشاكل محتوى الجيم وازاي بينصبوا علينا وحاجات كتير هنعرفها في الفيديو ده مع احمد بهاء. انت مش مهم خالص، انت بلا كونتنت، انت حرفيا بتجيب ناس الفيديو بتاعها متشاف وانت بتطلع عليه، عارف بالظبط، عامل زي صاب العلم. لما انت بتشترك معايا في خدمه الاونلاين كوتشنج انا بقدم لك صاب العلم. علي حرمت من السويتس، احسن جدول تمرين تمشي عليه معايا في الفيديو ده. انا كان نفسي اعمل فورمه من كام شهر واشتركت في الجيم فعلا، والموضوع كان جميل لحد اول اسبوع ما خلص. اكتشفت ان انا بقى لازم امشي على نظام غذائي وان انا انام كويس وحاجات كده مش تبقى مناسبه للشغل ال9 ل 12 ساعه اللي انا شغاله والحد الادنى للاجور اللي انا باخده. فحسيت يعني ان مستر اولمبيا راحت عليا. انا حسيت بس مش متاكد من الموضوع ده، بس زي ما قلت لك في اسبوع كان كويس. الاسبوع اللي طلع لي فيه مدرب من السما، نزل لي من السما حرفيا، اتكلم عن حاجات حلوه كده، بيتكلم اللي هو ازاي يخليك تعمل نظام غذائي وتخس، حاجه زي سعيد حسين في البرايم بتاعته، وقال لي ان هو عنده حل لكل المشاكل دي، بس عشان تتحل لازم تشترك في النسخه البريميوم منه. طبعا انا اشتركت يعني شايف قدامي واحد وسيم وغني وبيمرن اهم ناس في البلد زي ايمن وطار حسين شحات، فحسيت ان انا لو اشتركت معاه هعمل فورمه بنت بس كل اللي هو عمله يعني ان هو علمني ازاي امسك الدمبل صح وعمل لي انبادي عشان يحدد كميه الجبنه القريش اللي هاكلها في اليوم. فاللي هو يعني انا كنت رحت اشتركت في شات جي بي تي، يعني انت ما زودتش حاجه في الدنيا يعني، بس هو كان مفهمني ان الموضوع الفورمه ده كلها 3 شهور بس وبتاع، وهتعمل فورمه بنت لذينه. وللاسف واضح عليا ان انا يعني مش عامل فورمه، عامل فورمه يوتيوبرز الناس بس ابقى بيدفع. فانا قعدت مع نفسي كده بفكر هو ليه ده برايفت ترينر في الجيم، ليه ده واحد موجود في الجيم بيمرن. انا مش هقول اسمه بصراحه، مش هجيب سيرته بجد مش ههزر، لحد ما فهمت الموضوع ماشي ازاي. هو مجرد شخص بينام كويس بياكل كويس ويتمرن كويس، زي بيعمل محتوى على تيك توك على ساوندات سيجما والحاجات دي. وده اللي ينقلنا للنقطه الجايه، هل انت لما تعمل محتوى على تيك توك وجسمك كويس هل انت كده بقيت برايفت ترينر عادي معتمد؟ فاحنا هنتعمق شويه مع الكونتنت كرييتورز اللي بيقدموا محتوى عن الجيم ونعرف منهم هل هم فعلا عندهم ملكه ان هم يتحكموا في هرمونات الشخص زي افلاطون كده. فانا النهارده انتقيت لك 3-4 اشخاص بيعملوا محتوى عن الجيم وهتكلم عليهم في الفيديو ده، لان انا فعلا مش هقدر ان انا اغطي الصاله اللي موجوده في فور يو بيج عندي. انا لو قعدت اعمل على كل واحد بيعمل محتوى جيم في الدنيا، يعني الناس اللي بتعمل محتوى عن الجيم اكتر من الناس اللي بتاع جيم اصلا. فخلينا نبدا بيوسف ادريس، انضف شخصيه على التيك توك، عنده شخصيه عشان بيستحمى كتير يعني وكده. الراجل اللي هيعلمك ازاي تشيل مراتك، هتشيلها في الفرح ازاي بدراعك ده يا ضعيف. الراجل اللي هيشمت في فشلك في الثانويه العامه. ما جبتش مجموع هندسة ولا طب بقيت فاشل صح؟ أحسن عشان أنت تستاهل. هي سابتني ليه؟ عشان أنانية، عشان بتاعت فلوس، عشان أنت كنت بتعمل اللي عليك، فلوس ما كانتش مكفية يا عيني على الاخراج ده حاجه ده انت ولا كوينتين ترنتيز. بس كنت بتشتغل بدل الشغلانة 2 عشان توفر لها، وخدنا الكورسات اللي اتفقنا عليها، واشتغلت على نفسي وطورتها زي ما كنا متفقين، واشتغلت بدل الشغلانة 2 وجبنا آخرنا. الراجل هيعمل ايه؟ خد الكورسات اللي اتفق عليها، اشتغل بدل الشغلانه 2، نزل يجري في الشارع. عايز يعمل لك ايه تاني؟ كنت متخيله مثلا ان هو عايز يشتغل شغلانه زي دكتور او مهندس مثلا اتجننت في دماغك ولا ايه؟ مش عارف تزود اوزان؟ لا عارف عادي. هو حل واحد يا حبيبتي، لازم نفركش. يا فحل يلا فحل يلا، انت مش عارف تشيل الوزن فركش مع صاحبتك. فطبعا دي الحاجه اللي هو بيقدمها. فنيجي نشوف بقى بقيه الفيديوهات اللي هو يقول لك ان انت لازم تفركش عشان توصل لفورمه حسين الشحات اللي هو عاملها دي. فخلينا نشوف الفيديو اللي بعده. بص الباي، بص التراي، بص الباي تراي، باي تراي، باي تراي، باي تراي، اللي هو برضه يعني لما نشوف الكراش وبتاع فاهم ولا باين اكتر لا باين اكتر يا يوسف. فهي دي الفكره، ان هو عنده تناقض في فيديوهاته بطريقه بشعه. هو بس اي حاجه بتجيب ريتش وبتاع عشان نجمع شويه ناس بتدخل معانا في البرايفت تريننج ونعمل فلوس ونروح نتداول في الساحل الشمالي، بس مش فارق معايا بقى ايا كان المبدا اللي هو بيتكلم فيه ولا حاجه. ما جبتش مجموع هندسة ولا طب قبل ما يتكلم في اي حاجه يعني ما جبتش مجموعه هندسه ولا طب. انت شايف هو قاعد ازاي؟ انت متخيل انت يا بيتا يا طري لما واحد
فحل زي ده بالعروق والدراعات دي، اللي هو زانق ايده في الكرسي فشخ كده عشان يبان العروق. لما يقول لك اي حاجه عن مستقبلك تعمل ايه؟ تقوم تجري تشوف اللي وراك واللي قدامك. ما جبتش مجموعة هندسة ولا طب بقيت فاشل صح؟ احسن عشان انت تستاهل. خلاص يا يوسف، انت مش هتسحب دم يعني؟ ليه مطلع لي دراعك كده؟ شفت العروق يا اسطى؟ شفت العروق؟ خلاص شفت العروق والله يعني خلاص. تستاهل حاجة احسن من كده اقسم بالله. انا لسه متخرج الترم اللي فات من هندسة ميكانيكال بي واي اهو جامعة. انت فشلت في ثانويه عامه. احسن عشان انت تستاهل. ده انا لسه كنت امبارح والله يعني خرجت الترم اللي فات ده من هندسه بي او اي، هندسه ميكانيكا، ودلوقتي بدي برايفت تريننج اونلاين. لا انا اقول لك لو دخلت هندسة هتعمل لو دخلت هندسه اعمل ايه؟ اكيد مش هعمل كده. انا كنت فاكر ان الهندسة دي لما اقولها لحد بجد احس ان في فرق. طبعا لما تقول هندسه لحد ابتدي يتكلم معاك بلغه المثلثات. فاهم؟ بطلب من بتاع الفراخ قال لي على فكره انا كنت مهندس برضه وسابق. كان بيحاول يفليكس على بتاع الفراخ، اتصل على بتاع الفراخ فبيقول له عايز اعمل الاوردر بس اصل انا مهندس بس ومتخرج السنه اللي فاتت من. انا كراجل في المجتمع، كراجل مش كذكر، ذكر يعني عضو ذكري، دي عند ناس كتيره بس مش كله رجاله. راجل واحد بيدي امان جسدي لو في اي مخاطر انت اللي بتتصدر في الوش، امان معنوي لما يحصل مشكله المفروض انت اللي بتحلها، امان مادي عشان تامن المستقبل والاكل والمعيشه. هامنها ازاي ب 5000 جنيه في الشهر ولا حتى 10000؟ كانت حلوه ايام ما الدولار كان ب7، مش الدولار بقى داخل على 40 و50 جنيه. هتتجوز بقى ازاي؟ هو احنا ايه اللي وصلنا للمشاكل الاقتصاديه يعني؟ ب 10000 جنيه في الشهر. ها طابي صح؟ فشخوك صح؟ هم كده يفشخوك يا ابني بقى شو برضه. ايه اللي وصلنا للمشاكل الاهليه، المشاكل العائليه؟ ايه اللي وصلنا؟ يعني هو بدأ الفيديو ازاي؟ مشاكلك وفشلك في الثانويه العامه، هو اتخرج من البي واي كان بيحاول يقنع بتاع الفراخ ان هو يبعت له اوردر مهندسين، مشاكل الدولار، مشاكل العائليه. ايه الحاجه اللي حد متخلف ممكن يعملها ويسيب هندسه؟ اونلاين كوتش. هي دي الحاجات المتخلفه والمجنونه دي اللي انت عمرك ما تتخيلها بتجيب فلوس، هي دلوقتي اكتر حاجه بتجيب فلوس. ده واقع أليم للاسف. انا برضه ساعات بتضايق بلاقي ناس فاهم تعبانه بقى لها 8 ساعات بيطلع عينه وما بياخدش نفس اللي انا باخده. ماشي، هو انت عامل الفيديو ده كله يعني عشان تورينا عروقك؟ الواضح ان مفيش حاجه في الفيديو خالص، مفيش اي هدف، الفيديو فاضي، انت مفيش حاجه عندك تقولها. يعني انت عملت كونتنت على النت، الكورس بتاعك جاب مثلا بتاع 150 ممبر، فحسيت ان انت كده خلاص يعني ايه ده بتاع الفراخ خلاص صعبان عليا بتاع الفراخ اللي بياخد 5000 او 10000 جنيه. فما تفتكرش ان انت مثلا اخترعت حاجه. هتشيلها على كتفك ازاي وانت ما عندكش كتف يا ضعيف؟ هتشيلها في الفرح ازاي بدراعك ده؟ فهي دي كل فيديوهات يوسف إدريس، ان هو يستغل حاجه عندك وبعد كده يفضل يمشيك ما وراه اللي هو ايه هتشيلها ازاي، هتتجوز ازاي. فالحاجات دي كلها انت مصدقها يا ابني، مش تبقى فورمه غير لما تفركش معاه. فهو يفضل منيمك في العسل كده قوم مديك واحده على طول. فده محتوى يوسف إدريس. فهمنا كلنا ان هو خلاص يعني بيحاول يسوق للكورس ايه ده. وكان بيمرن حسين الشحات، فورمة حسين الشحات يا جدع، وبادئ الفيديو بفورمه حسين الشحات. يعني هو انت لو هتبتدي كلامك كده ما انا ممكن اكلمك عن احمد عدويه. ده كان تمبلت هنعتبره على يوسف إدريس والحاجه اللي هو بيقدمها على النت عشان يجي له فيوز ويجي له مشتركين في الكورسات بتاعته، ويبتدي بقى يشوف ان هو بقى ليه اهميه كبيره قوي في المجتمع. انا برايفت ترينر. مش كده دي فورمه ايه الفورمه دي؟ خلينا نشوف واحد اقوى شويه. يعني ممكن نروح لفادي بكري. طبعا فادي بكري زيه زي يوسف إدريس وزيه زي اي حد بيقدم كونتنت عن الجيم، اللي هو هيحاول يخليك تبعد بقى عن البنات وبتاع وتركز في ما تسيبنا. المهم ان هو شايف ان ازاي الجيم ده احسن حاجه في الدنيا. يعني مثلا الفيديو ده بيقول لك ان الراجل لما بيحب بيخيب. الراجل لما بيحب بيخيب. المشكله ان اهم بشري موجود حاليا بعيدا عن اي اراء سياسيه وبعيدا عن اي حاجه ايلون ماسك متجوز 3. انما فادي عشان عارف ان اكبر جزء بيتفرج عليه المراهقين فبيخلي نصايحه كلها في الجزء ده، اللي هو ابعد عن البنات، ما تشربش سجاير، نام كويس، ذاكر تمام، اتعب، اشتغل، الحاجات اللي هي البديهيه دي. وخلينا نشوف اكزامبل مع بعض. ابدا، مفيش وقت مناسب. ابدا، مفيش وقت مناسب. عمر ما الوقت المناسب ده هيجي، انت لازم تبدا حالا. الكلام السطحي فشخ اللي اندرو تيت اتكلم عليه ايام حسني مبارك. قلت طب ما انا اجيب كذا الاول وبعدين ابدا. طب ما انا اخلص كذا وبعدين ابدا. انت عمال تقول لما وامتى هتيجي لما دي؟ امتى؟ عمال تضيع وقت. صدقني انت دلوقتي اصغر وقت هتكون فيه في حياتك. انت مش هتبقى اصغر من كده تاني. بتاع كنتاكي بدأ كنتاكي وعنده 60 سنة. ستيف جوبز شغل صاحبه اللي شغال في حقوق معاه في الشركة. فعادي احنا بنعرف نتكلم برضه. بطل تستنى الوقت المناسب لان زي ما قلت لك عمره ما هيجي. صح يا فادي، صح 100% وما اختلفش معاك. وانا مشكلتي ان هو صح فشخ، اللي هو ما كانش لازم ان انت تنزله على النت. يعني الفورمه احلى من الاكل. يعني انت لما تعمل فورمه وجسمك يبقى حلو هتبقى مبسوط اكتر من ما انت مبسوط وانت بتاكل. حاول. لا
انت كده ما جربتش ابو يوسف السوري بجد، يعني ارشح لك ابو يوسف السوري، احلى فرايد تشيكن في مصر. انما الراجل الكبير بيعمل اللي المفروض يعمله حتى لو هو مش عايز يعمله. العيل الصغير اللي الحاجه بيبقى طعمها حلو بياكلها، حاجه بيبقى احساسها حلو بيعملها. الاكل كده، الاكل بتبقى مبسوط، او الاكل لما بتبقى مبسوط وانت بتاكله، فهو الاكل مش حاجه حلوه، الراحه مش حاجه حلوه. يعني ايه الكرنج ده؟ انت تستريح ولا ايه؟ على راي الفنان احمد العوضي قال لك ايه؟ الراجل لما بيحب بيخيب، صح؟ قالها احمد العوضي لما قال الراجل لما بيحب بيخيب. بيطرطر حكمه. انت بتروح الشغل كل يوم، بتذاكر كل يوم، بتعمل حاجات انت مش عايز تعملها بس المفروض تعملها. كل حاجه ليها ثمن. يعني انت دلوقتي عايز، لا قبل ما تكمل، مش تروح في الحته دي، مش تروح في الحته دي. الحاجه اللي بتحبها اعملها، اللي ما بتحبهاش ما تعملهاش، عشان ما توصلش لمرحله الجنان دي. تبقى انت عملت حاجه فبتحاول بكل الطرق الممكنه تثبت لنفسك ان انت عملت حاجه، لان انت في البروسيس نفسها ما انبسطتش، فلما توصل بتبقى بني ادم فشخ. انا بقى عندي مشكله مع العيال الصغيره اللي عايشه في كاركتر الشاب الحزين طول حياتها. تلاقي حاطط موسيقى حزينه فشخ، توماس شيلبي وهو بيشرب سجاير وماشي في سلو موشن وحالات واتساب. مشكله الشاب ده هو مش حزين مش مكتئب، هو بيهيئها لنفسه عشان يبقى في كاركتر الواد الغامق. دي اخر حاجه هتكلم عنها في حوار فادي بكري، حته ان في حد مكتئب وعايش دور الاكتئاب. انت ما دخلتش جواه عشان تعرف هو مكتئب ولا لا. لان انا ليا واحد اعرفه، يعني واحد صاحبي كان في الموضوع ده، وكنت بقى ما تعيشهاش يا اسطى، يعني ايه اللي عندك في حياتك يعني. بس اكتشفت بعد فتره كبيره ان فعلا في مشاكل في حياته، حتى لو هو حاطط ستوري حزينه وشويه حاجات حزينه، بس اسلوب حياته هيأ له ان هو الاكتئاب هو ان هو ينزل ستوريز ويعيش في الجو ده. الفكره ان الاكتئاب ده كرنج فشخ بصراحه، مش بهزر والله. يعني لما حد يجي يقول لك انا مكتئب يا اسطى، انا مكتئب وعندي مشاكل نفسيه، عقلك اللاواعي بيحاول بكل الطرق ان هو ينقذك من الموقف ده، لان انت ما بتحبش تشوف دايما شخص اضعف منك، بيخليك تحس ان اللي قدامك ده كرنج بقى وايه بقى يا اسطى، ما مش عندك حاجه يا اسطى، فبيخليك تقول اي كلام عن الشخص المكتئب ده. الشاب ده هو مش حزين مش مكتئب. وعلى فكره اقسم بالله الكلام اللي بقوله لك ده حقيقي ومثبت شات جي بي تيا. الفكره ان لما حد بيعمل محتوى ليه علاقه بالجيم او باي حاجه هي ممكن تكون مشكله عندك، بيكون مدي لنفسه صلاحيات ما حدش اداها له، وما حدش استنى نصيحته فيها، حتى لو هي نصيحه صح بس ما حدش استناها. فاهم ازاي؟ بعد ما كسبت بطوله العالم للطبيعيين للاسف جات لي رساله كانت هتغير كل حاجه. صباح على عينيك. نفس بالظبط الفورمولا بتاعت اندرو تيت طلع مثلا من سنتين او 3، طلع قال لك حاجات عشان في فئه معينه من المجتمع هي اللي هتوافقوا فيها الراي، فالفئه دي يقدر يبيع لها بسهوله. يعني كمثال ان هو مثلا ابتدى يهاجم الفيمينيزم بتاع عشان يلم بقيه الشباب السيجما الالفا ميلز الباقيين يجوا يشتركوا معاه في الكورس اللي هو بيبيعه. المنتج اللي هو بيبيعه مش هينفع يشتري منه واحد فيمينيزم. يعني انت عمرك شفت واحد فيمينيزم شاري كورس تداول او كورس شطرنج؟ استحاله. فهو بس هيقعد يقول لك شويه كلام سطحي المجتمع مش هيختلف معاه فيه، غير الفئه اللي هو مش بيتارجتها. هو كده ضمن جمهور كبير، والجمهور ده فعلا هيشتري منه المنتج بتاعه. المنتج بتاعه ده ممكن يكون كورس او سبلمنتس او هدوم. لما العلم دخل في الجيم سهل الموضوع كتير قوي، والنصايح والرغي والانظمه الكتير اللي بنشوفها بقى شكلها وحش وكمان ملوش لازمه. والعلم اكد على ان فكره الانبادي اكتر حاجه برضو ملهاش لازمه. انت بص على جسمك في المرايه، لو انت تخين وعندك دهون خس، ولو جسمك ضعيف خلاص اعمل عضلات. شفت بسيطه ازاي؟ لازمتها ايه الانبادي والانظمه الغذائيه اللي بتاخدها من مدرب برايفت تدفع له من 2000 جنيه وانت طالع، رغم ان الانظمه موجوده على الانترنت عادي زي ما احمد قال. والناس اللي تقول لك روح الجيم علشان تكون فورمه وتمرن ساعتين وروح الجيم 9 مرات في الاسبوع ومرتين في اليوم، العلم اثبت ان الموضوع بسيط، وانك ممكن تبني فورمه بتمرينه من تلت لربع ساعه عادي جدا، وممكن تروح الجيم 3 مرات في الاسبوع او 4. لكن الموضوع زي ما ليه ايجابيات الحقيقه ظهر له كمان سلبيات. لما ظهر بالغمدي او عشان اسهلها عليك بليغ حمدي، الراجل حط على كل بتوع الانظمه وكل بتوع النصايح وبتوع الاولد سكول والنيو سكول والاندرو سبليت والبرو سبليت والكلام ده كله، وعمل حاجه جديده اسمها دخول العلم في الجيم. وراجل اتكلم كلام مترتب جدا وكلام منطقي جدا وكلام سهل جدا وسهل علينا الجيم. ما قالكش روح الجيم 8 ساعات وافشخ نفسك، قال لك كله بالراحه وبالعقل. واحد يقول لي طب ما الدنيا يا كابتن بقى سهله وحلوه اهو، ايه السلبي بقى في الموضوع؟ السلبي في الموضوع هو ان ظهر ناس كتير جدا بتقلد بليغ حمدي، ومش كده بس، ده عندهم هوس في دخول العلوم في الجيم. يقول لك التقوس العضلي اللي بيحصل لك اثناء لعب الباي بيكون من 3 ثواني ل4 ثواني، فانت لازم تظبط التكنيك الخارجي لدراعك. ايه الصداع ده كله يا عم؟ انا رايح اشيل بارين وماشي، ايه لازمه كل ده؟ بس لا، ازاي؟ خد تاني عندك. يقول لك خلي بالك لازم رجلك تكون مرفوعه بزاويه 180 درجه منفرجه ناحيه هرم سقاره عشان خاطر تحس بضخ الدم الخلفي في العضله الاماميه في السمانه. وعندك على التيك توك ناس بالملايين زي بتوع النصايح برضو. بس الحمد لله بليغ حمدي رجع وانقذنا، والله العظيم يا جماعه الراجل
ده يشكر، وقال اننا مش ملزمين وان الموضوع بسيط. وده ياخدنا لنقطه اهم، وهو ان اللعبه سهله وبسيطه يا جماعه. اللعبه هي لعبه استمراريه، مش لعبه انك تبهدل نفسك. الجيم مش معادله كيميائيه. احنا في مصر اغلبنا بيشتغل، بيدرس، عنده مسؤوليات وبيحاول يعيش، فما ينفعش نعامل نفسنا اكننا ابطال محترفين، لان المحترفين بيقضوا يومهم كله عباره عن اكل وتمرين بس. ويا سيدي لو بتشتغل 9 ساعات او حتى 12 ساعه، روح الجيم نص ساعه بس في اليوم، صدقني هتفرق معاك. الموضوع زي ما قلت لك استمراريه. ولو مش قادر تروح كل يوم، ممكن تروح 3 ايام بس في الاسبوع. اللعبه دي لعبه نفس طويل وصبر ومزاج. طبيعي تقوم وتقع وتزهق وتكسل، ومره تخس ومره تتخن، مفيش حد بيكسب كل يوم. في الاخر اللي بيفرق مش شكل جسمك، اللي يفرق انك تبقى راضي، انك تحس انك احسن من نفسك القديمه. والصحه يا جماعه اهم من الفورمه، يا ريت نهتم بيها، لانك وارد عادي جدا تعمل فورمه وجسمك يتبهدل من كتر الهرمونات اللي هتاخدها. مش لازم توجع دماغك بفيديوهات التيك توك بتاعت النصايح وبتاعت الانظمه، يعني الموضوع بسيط. وزي ما بالغمدي قال، اهدى كده، العبها على قدك واستمتع بالرحله، لان الجيم مش سباق، الجيم رحله مع نفسك ومع الوقت ومع صبرك. ولما توصل لاول مره وتشوف انك اتغيرت فعلا، ساعتها هتفهم ان البساطه هي السر من الاول. ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بالاداء الصوتي للكابتن بهاء، وتفضل ابو نبيل. بس كده يكون الفيديو خلص. احب اشكر الكابتن بهاء ان هو كان معايا في الفيديو بتاع النهارده. ولو عاوزين فيديو تاني، في اجندات لسه ما اتفتحتش، لو عايزين فيديو تاني قولوا لي في الكومنتات. وبس يا ريت تعملي فولو على الانستجرام وتعمل سبسكرايب للقناه. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام. انا عايزك تقول رايك على الفيديو، ما تخشش تقول لي صباح الفل ازيك يا جيار عامل ايه الحمد لله. الكلام ده بيني وبينك بقى على الواتس يا معلم.